ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اكلتنا النهارده يا جماعه اكله جميله، واهم حاجه فيها نظافتها وغسيلها كويس. انا عندي دي فراخ عصر عليها ليمونتين كده، تمام، وحط عليها معلقه طحينه ومعلقه دقيق واسيبها شويه، تمام، على ما اكون جهزت حاجتها. بقى عندي عود شبت رفيع خالص، وعندي طماطميه، وعندي بصلايه وجزرايه وقرن فلفل، ضربتهم كلهم في الكبه. لو عندك فصين توم برضو حطي، تمام. مش حابه تحطي التوم ما تحطيش. هنزل عليهم برشه شطه خفيفه جدا، رشه بابريكا برضو زيها، عندي كده رشه فلفل اسمر ربع معلقه من بتاع الشاي، عندي بقى شويه كده من السبع بهارات، تمام. عندي الكزبره، رشه برضو كركم، رشه كده كمون، تمام. رشات يا جماعه خفيفه، عندي رشه ملح. هاجي معاهم كمان كده يعني نص معلقه، بقى نص معلقه توم باودر وبصل باودر، دول بصل باودر وتوم باودر. هاخد الكلام ده كده طحنه في الخلاط، ونسيت اقول لكم برضو ربع معلقه قرفه. هطحن الكلام ده كله عندي في الكبه بتاعتي، وانزل على الفراخ بتاعتي، اشطفها شطفه بقى كويسه من المحلول بتاعها، وانزل عليها بالايه، بالخليط بتاعي اللي انا نعمته في الكبه قوي ده. ما عندكيش كبه نعميه في المطحنه قوي، تمام. هيبقى يخلي الفراخ دي طعمها وهمي يا جماعه. عليك تعملي نفس الطريقه دي، تحطها بقى عندك في كيس حراري يبقى جميل. عندي معلقتين بس من الزيت، الوصفه بتاعتي، واتنين حبه لورا، او يعني ورقتين لورا بحطهم بس يخلوا الطعم والريحه حلوه، فصين حبهان واتنين كباب صين. مش عايز تحطي الخطوه دي ما تحطهاش برضه. طيب الطريقه بتاعتي ممكن تحطيها في كيس حراري وتدخليها الفرن، ممكن تسويها على البوتاجاز من فوق لما تستوي خالص على نار هاديه جدا، وتدخليها عندك تحت الشوايه. ممكن حطيت الصينيه بتاعتي كده على بعضها في الفرن، فرن ساخن كده لمده نص ساعه، بعد كده هدي النار خالص عشان ما تتحرقش مني. اجي عندي بقى البصلايه بتاعتي معلقتين زيت بس، وانزل ببصلايه اقطعها تقطيع عشوائي، بصلايه متوسطه كده على حسب كميه الخضار اللي هتعمليها. الاكله دي يا جماعه جربوها، جميله جميله جميله. بص انا مقطعاها ولا كبيره ولا صغيره، تمام. معلقتين زيت اهو على طول. وعندي قرن فلفل برضه هقطعه تقطيع وسط كده، تقطيع عشوائي بالسكينه، كل حاجه بالسكينه انا واقفه، ولا استخدمش مبشره ولا كبه ولا اي حاجه. قرن فلفل واحد اهو، رومي، وبصلايه قطعتهم عندي تقطيع عشوائي، والنار شغاله على فكره تحتهم، يعني معلقتين البصل، معلقتين الزيت والبصليه المتوسطه وقرن فلفل، والنار شغاله عادي خالص اهو. كان عندي حبه بطاطس صغيرين كده بقى خالص، لو عندك بطاطستين كبار ماشي. البطاطس الصغيره بتاعتي عملتها حلقات كده لان كانوا حبيتين ثلاثه كده، تمام. او حتى جبت لكم في ايدي وريتهم لكم في ايدي يوم، تمام، عشان تشوفوهم تاكدوا من كلامي. قطعت البطاطس بتاعتي وانا واقفه برده كده بالسكين، اقشريها واغسلها كويس واقطعيها براحتي. لو هي عندي كبيره هقطعها مثلا مكعبات كده. اخد عندي رشه فلفل اسمر عليهم، وعندي رشه كده من السبع بهارات، ورشه ملح. ملح بتاعي بقى انت عارفه مقدار ملحك على قد خضارك. رشه كده عندي من الشطه والكمون والكزبره، ورشه بابريكا صغيره، انا عشان خاطر تخلي اللون بتاعي دايما محمر كده كويس. لو طماطمك حمرا استغنى عن البابريكا، بس دي طعم حلو برضو. عودي شوحي بقى في الكلام ده كده مع بعض، وكده تشويحتك عندي 5 دقايق كده، تمام. تحسي البهارات كده خدت من طعم البطاطس، من طعم الفلفل، الطماطم. وانزل عندي بقى بايه 3 حبات طماطم معايا كده، اضربهم في الخلاط او في الكبه من غير ما اصفي ولا اي حاجه اهو. نزلت مجرد ما بتاخد غلوتين كده، بصي بقى ببدا اهدي النار يشربوا كده من طعم بعض. بس سهله خالص الوصفه بتاعتي. عندي معلقتين 3 بقى زيت، واغسل شويه رز معايا كده عادي من بتاعنا اهو، تمام. وابدا اصفيه بالمصفى دي، صفيه بالمصفى كويس دي، بحيث شويه الرز اللي انت تحمريهم صفيهم كويس بالمصفى عشان ما تجيبوش عليك اي زيت. ابدا اهم حاجه عندي سخني الحله اللي انت تشتغلي فيها، وبعد كده حط فيها الزيت، هيخلي الزيت سخن. انزلي بالرز عشان الرز ما يكتلش في بعضه، لو نزلت والزيت ساعة الرز هيكتل في بعضه. عندي ورقتين لورا، تمام، وفص واحد بس كده حبهان، مش عايز تحطيهم ما تحطهمش، بس بحسهم بيخلوا طعم الرز حلو كده، تمام. بفضل اشوح فيهم بقى كده، وانا برضو مبشرهم لو بعمل حاجه تانية جنبهم عادي، بشر الاكل كله بتاعي، تمام. واخد بالي من الرز بتاعي وانا بحمره، بحيث ان ما يحمرش من جزء وجزء لا. لما بخش في الفتره بتاعه التحمير دي خدي بالك بقى عشان ما يتلسعش من ناحيه وناحيه اي وناحيه لا، تمام. اهو بدأ عندي خلاص لون، جاب لون جميل اهو. لو اي حاجه متكتله فكها عندك بالمعلقه، تمام. تكوني مجهزه جنبك ميه سخنه او ميه ساقعه عادي، وتنزلي بالرز بتاعك. قبل ما تنزلي بالرز بتاعك اطفي النار او وطي النار خالص، بحيث النار ما تعوركيش، تمام. يعني في الحاله دي بيكون الرز سخن جدا، شوفي عامل بخار ازاي مع الاضاءه.
ابدا بقى اقلب عند الرز بتاعي تقليبه كويسه كده، الرز اللي هو ايه لونته اللي هو حبايه وحبه ده مع الرز الابيض، اقلبهم تقليب كويس، واحط عندي كميه الميه بتاعتي وكميه الملح اهو. بس مش اي رز يا جماعه، انتوا عارفين بقى الدنيا والغلا اللي احنا فيه. اقلب عندي تقليب كويس وانزل بكميه الميه. انا جايبه ميه عاديه خالص ما سخنتهاش ولا حاجه، لو انت مستعجله حط ميه سخنه تمام. فناس بتعمله يا جماعه بشوربه كده وكلام من الكلام ده، انا بحبه بالميه العاديه. ابدا احط بقى معيار الملح بتاعي اللي انا عارفاه، مجرد عندي ما يغلي كده غلوتين 3 وتشرب الميه بتاعته زي الرز العادي خالص، اهد عليه بقى لما يستوي كده من 10 دقايق كده لربع ساعه تمام. الاكله بتاعتي ما شاء الله استوت وجميله وزي الفل اهي. اشوفكم في وصفات تانية جديده، مع الف سلامه.